استخدم دايما بعض الاساليب او التكنيكات المعينة اللي تساعدك ان انت تبني عادة وتغير من سلوكك والعادات اليومية بتاعتك. يعني انت مثلا عايز تعيش حياة صحية ولايف ستايل معين. يعني انا عايز مثلا اواظب على تمريني، عايز اواظب على الاكلات الصحية بتاعتي. هعمل مثلا وليكن تقويم هعلقه قدامي، واليوم اللي اجي اخر اليوم لو انا خلصت تمريني صح، اكلت اكل مظبوط، هعلم عليه صح. واليوم اللي انا هفوته وهبوظ فيه، ومش هعمل كده، هعمل علامة غلط. هتلاقي دايما دماغك اوتوماتيك عايزة تخلي التقويم كله علامة صح. تمام. فده هيساعدك ان انت تبني العادة دي، حتى لو رحت تعمل التمرين ده وقت صغير. حتى لو مثلا مشيت على الدايت بتاعك 70% او 80%، هتعمل علامة صح برضو. تمام. فده هيساعدك ان انت تبني عادة كويسة جدا. تمام. يبقى دي من ضمن الاساليب اللي بنستخدمها في تغيير السلوك. التركية التانية ان انا هحفز نفسي عن طريق المكافأة. وليكن انا عامل دايت والدايت قاسي شوية، وانا مثلا بحب الشوكولاتة. تمام. فانا لو مشيت على الدايت اليوم كله مظبوط، هكافئ نفسي بقطعة شوكولاتة. يبقى انا كده اخدت دوبامين جاي من الاستهلاك، اللي هي قطعة الشوكولاتة ادتني شوية دوبامين، مش اللي جاي من الانتاج. تمام. يبقى انا كده حفزت نفسي عن طريق ان انا حفزت نفسي ووصلت لهدفي، وخدت المكافأة بتاعتي اللي هي قطعة الشوكولاتة. تمام. فدي طريقة تانية. انا هحرم نفسي من الحاجة اللي بحبها لحد لما اخلص الحاجة اللي انا التزم بيها عشان تغير في العادات والسلوك بتاعتي. يعني انا مش هاجي ناحية الشوكولاتة لحد ما اخلص يومي ومشيت على الدايت بتاعي مظبوط. تمام. يبقى انت مش هتاخد المكافأة بتاعتك غير لما تخلص الهدف اللي انت علشانه هتاخد المكافأة. ودي طريقة تانية هتساعدك ان انت تغير السلوك والعادات الغذائية بتاعتك في الاكل. اهم حاجة نبدأ نركز على موضوع ان انت تغير العادات بتاعتك، مش ان انت تبقى عارف ايه الاكل الصحي بس. لا، انت لازم تبدأ تغير العادات، لان دي الجزء الاصعب، وده الجزء اللي احنا كلنا بنعاني منه. انا ببقى عارف، ما انا ببقى عارف ايه الاكل الصحي اللي يتاكل، بس صعب ان انا امشي عليه. ايه اللي هيخليني امشي عليه؟ تابعونا عشان نعرف كل جديد في التغذية والتريكات بتاعة التغذية، وإن شاء الله كل الناس تستفيد بإذن الله. سلام.